السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. اخو مدام هناء طالع بيرد على طليقها بيقول لها انت ما عندكيش رجالة، فهو بيقول له لا، بيقول له لا احنا رجالة غصب عنك، ده انا بنت اللي عندها 6 سنين ارجل منك. وكمان بيقول لها هسجنك. فاخوها بيقول له لو انت راجل صحيح اسجنها. هو بيوجه نداء لهناء بيقول لها في اسرع وقت انزلي مصر ونشوف هو هيقدر يسجنك ازاي. زي ما بيقول اخوها بيقول اخد كل ممتلكاتها. انت ازاي راضي عن نفسك؟ انت ازاي راضي تاخد كل ممتلكاتها وتاخد ممتلكات واحدة ست شقيت وتعبت في الغربة؟ بيقول انا انصدمت لما شفت الفيديو بتاع هناء، عدته مرة واثنين وثلاثة ازاي اخت هناء توصل للمرحلة دي. بيقول انا يعني اتفاجئت بكلامها، انا ما كنتش اعرف حاجة عن اللي هي بتحكيه ده. حتى سأل اخته اللي هي اسمها عزة اللي مدام هناء بتفضفض معاها في الكلام، قالت له لا انا انصدمت برضه من الكلام ده. هناء لما بتكلمني بتقول لي حاجات بسيطة جدا، لكن ما بتقوليش كل اللي بيحصل ده، فده مفاجأة ليهم كلهم. بيقول انا كنت بنصحها واقول لها يا هناء خلي بالك، لكن هناء اختي كانت قافله ودانها عن اي حاجه عن طليقها، عمرها ما كانت بتحكي لنا حاجه. انا كل اللي يهمني سعاده اختي. وقلت لها قبل كده، وانا من النوع مادام اختي سعيده مع جوزها، حتى لو جوزها قال لها ما تكلميش اخوكي، انا موافق انها ما تكلمنيش في سبيل انها تكون عايشة سعيدة. انا مش بلوم الطرف التاني. هو بيقول انا مش بلوم الطرف التاني، انا بلوم على اخت هناء. هي محدش ضربها على ايدها. يعني هو بيقول هو مش بيلوم على طليق مدام هناء، بيقول مدام هناء محدش ضربها على ايديها. فعلا محدش ضربها على ايديها يا استاذ محمد، بس انت عارف مدام هناء قد ايه طيبة وقد ايه حنينة وقد ايه ما بيهونش عليها تشوف حد تعبان في حياته وتسيبه. هي شافت الانسان ده. بصوا، البني ادم ما بيبانش. ياما ناس بتبقى مخطوبة وبتقعد سنين واول ما بتتجوز بتتفاجئ بشخص تاني خالص غير اللي هي اتجوزته. يعني ما حدش يلوم على مدام هناء ويقول لها اتجوزتيه ده ازاي وليه. كان باين قدامها ان هو طيب وابن حلال ونفسه يلاقي شغلانه ويعيش وكده، وهي بتقول من اول ما عرفها وهو يعني بين لها ان هو بيحبها وهو شاريها وعايز يتجوزها. حتى قالت له نقعد فتره وكده ومخطوبين، قال لها واحنا مش صغيرين عشان الكلام ده. يعني زي ما بتقول رسم عليها، وهي الست طيبه وهي الست عايشه في غربه. لقت واحد طيب وابن حلال وقالت بقى انا اتجوزه، ومنه اتجوزه اعمل فيه صواب عشان تقدر تنزله مصر، عشان بقاله 6 سنين ما شافش عياله. قالت اهو من ناحية يبقى راجل سند ليا، ومن ناحية تاخد فيه صواب انها يعيش معاها وتنزله، لان هي نزلته بعد ما اتجوز مدام هناء بكام شهر عشان يشوف اولاده. فمحدش يلوم على مدام هناء ويقول لها اتجوزت البني ادم ده ليه. محدش بيبان على حقيقته يا جماعه، محدش بيبان على حقيقته. الواحده بتاخد انسان بص كده بتقولوا عليه ده ملاك، وبعد ما بتتجوزه بتلاقيه وتقول لك ياما بنشوف مشاكل كتير. مش هو ده الشخص اللي انا اتجوزته، لا يمكن يكون هو ده. هو بيكون هو الشخص ده اللي انت اتجوزتيه فعلا، بس هما اوقات في ناس مش كويسة بيحب بيرسم على خطيبته ان هو يعني بص ملاك نازل من السماء، وفي الاخر بيطلع عكس كده خالص. هو كمان بيقول حتى هو ما كانش بيساعد هناء. اخوها بيقول يعني ان هو كان بيشوفه في فيديوهاته ما كانش بيساعدها، حتى لما كان بيساعدها كان بيبقى صح. يا جماعة احنا ما كنا بنشوفه طالع في الفيديوهات مع مدام هناء تحس ان واحد قاعد مغصوب،
يعني واحد قاعد مغصوب عشان يعمل معاها الفيديو. حتى هي بتقول كانت بتقعد تتحايل عليه عشان خاطري تعالى اعمل معايا الفيديو، كان بيجي وهو متضرر. يعني كان بيعمل معاها الفيديو وهو متضرر. طب انا مش فاهمه، طب هو بيبقى متضرر من ايه؟ يعني مدام هناء قالت كتير ان هي شافت لك شغل كتير جدا، وبرضك الناس بقى يقولوا لها لا ما تخلوش يجي تاني، هو مش بتاع شغل. حتى مدام هناء ما هنش عليه عشان عارفه ان انت ما بتقدرش تتحمل تشتغل، كانت بتطلع تساعده. يعني فعلا مدام هناء قالت ان هي كانت بتطلع تساعده، حتى وصلت ان هي كان بيشتغل في مدرسة بينظفوها طبعا وكده. مدام هناء بتقول كنت انا بطلع اشتغل معاه واساعده عشان هو ما يتعبش. بتقول حتى في مرة مديرة المدرسة شافتها قالت لها لا انت ما ينفعش تيجي، انت لو حصل لك حاجة هتبقى مشكلة لينا، هو اللي بيشتغل عندنا. فكانت مدام هناء تطلع تستنى بره، قاعدة بره لحد المديرة ما تمشي عشان هي تخش تساعده. شوف لدرجة قد ايه، يعني شوف هي شارياه قد ايه انها تخش تشتغل بداله هناك في المدرسة، لدرجة انها كانت بتوصل انها تمسح حمامات. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هو يا مدام هناء هو الشغل ده مفروض على مين؟ ايوه صح انت بتحبيه وما بيهونش عليكي تعبه وعايزه تريحيه، بس انت يا مدام هناء عايشه معاه وشايفه ان هو يعني بيقدرك ولا ما بيقدركيش. يعني ليه يا مدام هناء وانت بنت اصول واهلك ما شاء الله عليكي وكده، ليه طيب كنت بتطلعي؟ خليكي قاعده في فيديوهاتك في بيتك، اعملي شغلك اللي انت بتعمليه وهو سيبيه يطلع يشتغل. يمكن انت يا مدام هناء لو ما كنت، بس هنقول ايه دي إرادة ربنا، دي إرادة ربنا وده نصيب، ده نصيبك معاه. اخو مدام هناء يا جماعة هو قصده ان انت لما سافرت وسبت اولادك سبتهم لسه صغيرين، لحمة حمراء صغيرين خالص، لدرجة محمد ده كان صغير خالص ما قعد 6 سنين. يعني يمكن محمد كان عنده 1 ولا 2 لما باباه سافر، كان صغير خالص يعني. فقدرت وتسيبهم وسافرت وانت كان ممكن لا قدر الله يعني ما ترجع لهمش تاني، بعد الشر عليك، ربنا يخليه ليهم يا رب، ربنا يطول في عمره عشان خاطر اولاده يا رب. كان ممكن ما ترجع لهمش تاني، ما في ياما ناس غرقت وكان ممكن يتقبض عليك وتتسجن، لان انت رايح بلد من غير اوراق خالص، معكش ورق، مسافر كده هجرة غير شرعية ولا بيقولوا على ايه مش عارفة. المهم يعني انت سبت ولادك وسافرت، دلوقتي عايز ولادك كبروا عايز ترجع عشان خاطر ولادك، يعني سبت مدام هناء وقلت لها لا انا مش هسافر تاني انا هقعد مع اولادي. طيب بيقولك انت دلوقتي ما بتشتغلش، ما اشتغلتش، لا اشتغلت في فرنسا ولا اشتغلت في مصر. يعني معنى كلامه ان انت خدت املاك مدام هناء الست الشقيانة اللي تعبت طول عمرها في الغربة، خدت املاكها ورحت سافرت مصر عشان تقعد. خلاص انت بقيت مأمن نفسك ومأمن اولادك، بقى معاك فلوس، مش محتاج تشتغل ومش محتاج تسافر اصلا، لا محتاج تشتغل ولا محتاج تسافر، ما انت خدت عرق واحدة 6 سنين طويلة. فابو منا بيقول احنا مش هنتخلى عن اختنا دي، اختي مش هتخلى عنها ابدا ابدا، وانا معاها وفي ظهرها وساندها. ابو منا زعلان على الكلام اللي هو قاله، وهو بيقول لها انت مين؟ فابو منا بيقول له انت عارف كويس هي مين واهلها مين وهم متربيين ازاي احسن تربية. هو كمان برضك بيقول انا مش ضد الست اللي بتساعد جوزها، بس ما يبقاش الواحد قاعد على الكنبة ولا قاعد ما بيتحركش والست هي اللي بتشتغل. طب انت رجعت مصر اهو، عملت ايه لولادك؟ عمال تقول هسافر وهسافر وهعمل مشاريع وهعمل، ما شفناش منك انك سافرت ولا رحت ولا جيت، بالعكس قاعد على نفس الكنبة وعلى القناة اللي مدام هناء عملتها لك. هو الناس كلها قصدها ايه؟ ان القناة دي لو ما كانتش مدام هناء بتدخلها وما كانتش مدام هناء هو كان عاملها، يعني زي اي واحد بيعمل قناة كده ومركونة،
لو ما كانتش مدام هناء اللي شغلتها وبتعمل فيها فيديوهات، وهي اللي يعني كانت بتقول انا بجيبه بالعافية عشان يعمل فيها فيديوهات، وقبل كده قال انا هقفلها. طب لا، طب ما هي دي مدام هناء اللي تعبت فيها وشقيت فيها، وانت عايش عليها وعلى اسمها. يعني انت الفيديو اللي بيجيب مشاهدات لما بتذكر مدام هناء، يعني قصدهم احنا لا شفناك نزلت عملت فيديوهات، ولا رحت خرجت، ولا رحت مثلا انت بتقول انا مصري وبلدي وكده، لا رحت مثلا فرجت الناس على مصر، ولا عملت اي حاجة تصوير بره الشقة بتاعتك، كل تصويرك جوه الشقة. قصده انزل روح اعمل فيديوهات، اشتغل على القناة عشان تأكل ولادك بالحلال. فبيقول له يعني انت قابل على نفسك انك تاخد عرق واحدة ست؟ انت راضي عن كده؟ انت راضي تأكل ولادك من فلوس وعرق واحدة ست؟ هو بيقول انا باخد ولادي معايا مش عشان حاجة، احنا فريق. بيقول انا باخد ولادي معايا وبنزلهم معايا الاسواق، مع ان احنا مش محتاجين، الحمد لله ربنا كرمهم ويعني ما شاء الله عليهم. بيقول انا مش محتاج، بس انا باخد ولادي معايا عشان يشوفوا ان في ناس تعبانة وشقيانة ونازلة بتشتغل. يعني ايه؟ يعني بياخد ولاده معاه عشان يشوفوا يوريهم شوفوا الناس تعبانة وشقيانة وبتشتغل ازاي. فهو ابو منة بيقول له يعني هو بيوجه كمان نداء لمدام هناء، بيقول لها انزلي يا هناء، انزلي مصر وشوفي هو هيقدر يحبسك ولا يسجنك، ولا الكلام اللي هو بيقول عليه ده. ان شاء الله ما فيش لا في حجز ولا في اي حاجة، ان شاء الله مجرد يكون كلمتين بيقولهم بردك كده وبس. لا هي مش ممكن بردك هينسى اللي مدام هناء عملته معاه، مش ممكن ابدا، يعني مش ممكن هينسى الوقفه ان هي وقفتها معاه. ده مدام هناء بتقول ان هو كان قاعد في مكان مش عارفه فيه 12 واحد او حاجه زي كده، سراير فوق بعضها بيناموا عليها وكده. مش معقول يعني هو هينسى ان هي خدته وقعدته في بيت ما شاء الله، ولا في فيلا وفيها جنينه وعربيه بتوديه وعربيه بتجيبه، ومدام هناء بتساعده وما تخلتش عنه، وبتبعت لاولاده في المناسبات وغير المناسبات وهدايا وذهب وحاجات كتير لما كانت بتنزل عندهم اكل وشرب. مش ممكن ابدا هياخد مثلا كلمتين مدام هناء قالتهم هي متنرفزه مثلا هو مش هيقدر يسجنها اصلا. هيسجنها هي مدام هناء عملت ايه يعني مدام هناء عملت ايه ولا قالت ايه عشان يسجنها؟ هو بس تلاقيه بس ايه من ضيقه بردك كلمتين بيقولهم. زي مدام هناء بردك هو مش هيهون عليها ان هي تسجنه في فرنسا ولا تعمل اي حاجة، بردك كلمتين بتقولهم من ضيقها، واخدين بالكم؟ فاكيد هي مدام هناء فاكره له بردك الحاجات الكويسه. اي نعم ما كانش بيشتغل ولا بيديها وبيجيب، مدام هناء عايشه على الكلمتين الحلوين اللي هو كان بيقولهم لها، وهو اكيد فاكر لمدام هناء الحاجات الحلوه اللي كانت بتعملها. يعني مش ممكن هيكون هو انسان شرير قوي للدرجه دي وهينسى كل الحاجات اللي مدام هناء عملتها له، وقفت جنبه وما تخلتش عنه. يعني صراحه اللي مدام هناء عملته ما فيش حد بيعمله، انها توصل ان هي تريحه عشان هي تخش تغسل الحمامات والكلام ده. هنقول ايه يا بنات؟ ربنا يبارك في مدام هناء يا رب، ويرزقها ان شاء الله، يرزقها الزوج الصالح اللي بتتمناه باذن الله. ومش عارفه اقول ايه، والله ما عارفه اقول ايه يا بنات في نهايه الفيديو، بس ربنا يعمل اللي فيه الخير ويصلح الحال يا رب يا رب. وكل واحد يبقى في قناته ومحدش يجيب سيرة التاني في اي حاجة، لا بالحلو ولا بالوحش. كل واحد يعيش حياته في قناته ومحدش يذكر التاني في حاجة خالص. وربنا يهدي الامور بينهم يا رب. يلا بقى يا بنات عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامة.